حلوان بلد البشوات. أحكي لكم اليوم قصة شارع من أكبر شوارع حلوان، شارع منصور. من هو منصور باشا؟ وما هي قصته؟ معكم أحمد عبد الله. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ وحشتوني. انا النهاردة في حكاية شارع جديد من شوارع حلوان، شارع من اقدم شوارع حلوان، شارع منصور باشا. يا ترى مين هو منصور باشا اللي تسمى الشارع ده على اسمه؟ ويا ترى الشارع ده كان فيه ايه قبل ما يبقى فيه المحلات الكتير جدا دي؟ وهنعرف كمان ايه الاماكن الاثريه اللي لسه موجوده لحد دلوقتي في شارع منصور، وايه الاماكن اللي اتغيرت. شارع منصور شارع فيه حكايات كتير جدا وفيه اسرار كبيره جدا. كل اهل حلوان لازم يعرفوا تاريخ شارع منصور ومين هو منصور. يلا بينا. قبل ما نروح اوعوا تنسوا السبسكرايب واللايك والشير عشان نوصل لكتير، وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل الاشعارات بالفيديوهات الجديده. انا بنزل فيديو كل يوم اثنين وكل يوم جمعه، اوعوا تنسوا. يلا بينا نسمع حكايه وقصه شارع منصور باشا اللي في حلوان. وتبدأ قصة شارع منصور باشا بالاسم نفسه. شارع منصور بينسب لمنصور باشا يكن، وكلمة يكن تعني بالتركية ابن الأخت، فأي حد كان يلقب باليكن هو نسل أخت محمد علي باشا الكبير. اتولد منصور باشا يكن في مدينة الطائف سنة 1837. كان والده في الوقت ده سر عسكر، ودي كانت رتبة في الجيش في الوقت ده. وأول ما عاد لمصر دخل مدرسة الخنقاء وتعلم العربية والتركية والفرنسية، وتعلم الآداب والعلوم العسكرية، وأصبح منصور باشا يكن شاب متعلم ومن عيلة كبيرة جدا. وفي عهد الخديوي إسماعيل شغل عدة مناصب، منها رئيس لمجلس المنصورة، ووكيلا للمالية، ورئيسا لمجلس الأحكام، وناظرا للمعارف يعني وزير التعليم في الوقت ده، وناظر للأوقاف والداخلية. وفي سنة 1868 اتجوز من توحيدة هانم ابنة الخديوي إسماعيل. احتفل الخديوي إسماعيل بزفافهم احتفال لم يسبق له مثيل، وربنا رزقه منها ب3 بنات، تفيدة هانم وسنية هانم وبهية هانم. وشارع منصور هو الشارع الرئيسي بحلوان. الشارع ده كان بيربط ما بين حلوان وما بين باب اللوق في وسط البلد قبل ما يتعمل خط السكة الحديد اللي بيربط وسط البلد بحلوان، وتسمى باسم شارع منصور لأن منصور باشا يكن من أول الناس اللي سكنوا في حلوان، وعمل له الخديوي إسماعيل قصر بالقرب من الحمامات. وكمان منصور باشا يكن عنده شارع باسمه في وسط البلد بيبتدي من عند المبتديان وينتهي عند منطقة باب اللوق، وكان هناك قصر أنشأه الخديوي إسماعيل لبنته توحيدة هانم اللي هي تبقى مرات منصور باشا يكن. ومكانه دلوقتي مقر وزارة الإنتاج الحربي أمام محطة مترو سعد زغلول. قبل ما يكون في سنترال حلوان اللي هناك الجديد اللي هناك ده المبنى الاصفر الصغير ده كان سنترال حلوان القديم، واول سنترال يبقى موجود في حلوان المبنى اللي هناك ده.
واللي وراه ده طبعا مبنى الاتحاد الاشتراكي القديم جدا، ومن اقدم المباني والعمارات اللي موجوده في حلوان، العماره العاليه اللي موجوده وراه دي. منصور باشا يكن حاولت ادور ليه على صورة او معلومات اكتر من كده، لكن للأسف هي دي المعلومات اللي موجودة عن منصور باشا يكن. حلوان اللي مشهور عنها انها كانت بلد البشوات، فعلا بلد بشوات بحق. يعني مثلا واحنا ماشيين كده في شارع منصور تلاقوا مطعم من اقدم المطاعم اللي موجودة في حلوان، مطعم العائلات. تخيلوا مطعم العائلات ده موجود من سنة كام؟ من 1920. تخيلوا بقى، ده من 1920 وهو موجود هنا. المعلم ناجي سليني، سليل عائلة سليني، أشهر ناس موجودة في حلوان. منورني يا ريس، صباحك زي الفل حبيب قلبي. طبعا دي من العصارات القديمة جدا اللي موجودة في حلوان، وناس سمعتهم زي الفل. ولو طلعنا قدام شوية نلاقي قهوة من أقدم القهاوي اللي موجودة في حلوان، يمكن أولها كمان، وهي قهوة البرازيل. قهوة البرازيل اتمثل فيها أفلام ومسلسلات كتيرة جدا. تعالوا بينا ندخل نتفرج على قهوة البرازيل من جوه. السلام عليكم. باشمهندس ازي حضرتك؟ الاول اتعرف على حضرتك. اسمه مهاب. مهاب. مهاب مهاب، انا بعمل عن تاريخ شارع منصور، يعني مين هو منصور باشا والاماكن القديمه اللي موجوده، وقالوا لي ان انتوا اقدم ناس موجودين في حلوان هنا. طب قول لي بقى تاريخ قهوه البرازيل من سنه كام تقريبا؟ يعني من تأسست في 1910. 1910 ما شاء الله، ده تاريخ كبير جدا. طبعا صار قبل فيلمين، والله فيلم عفريت الاسفلت وفيلم اسمه عودة موطن بتاع إيهاب فخراني. طب قول لي كانت قبل ما تبقى قهوه البرازيل كانت ايه؟ كانت خمارة في الأول قبل ما كانت تبقى بتاعت واحد يوناني تقريبا. بتاعت واحد يوناني. انتوا علم من اعلام حلوان والله، وانا اتشرف ان انا اكون معاكم النهارده. ربنا يخليك. اتفرج بقى على الفيديو عشان تعرف تاريخ شارع منصور كله. طبعا. حبيبي يا باشمهندس. وفي شارع منصور على شارع عبد الرحمن كان في صيدلية قديمة جدا، يمكن بقالها أكتر من 120 سنة، اسمها عزيز مشرقي. دي صورتها، شايفين زمان كان شكلها عامل ازاي، انما دلوقتي شكلها بقى كده. شارع منصور مليان بالآثار ومليان بالتحف الفنية اللي انتوا لو رفعتوا دماغكم لفوق هتشوفوها، لان احنا من كتر الزحمة ما بقيناش نرفع دماغنا لفوق
نشوف جمال المباني القديمة اللي موجودة في حلوان. في لسه مباني محتفظة بالتراث بتاعها وبمكانتها كمان، زي البيت رقم 11 اللي كان بنسيون اللي موجود خلف محلات علي العطار. تعالوا بينا أفرجكم على جمال البيت ده من جوه وطرازه المعماري، شكله خرافة. تعالوا بينا نتفرج. حلوان هتفضل حكاياتها الكتير ما بتخلصش، وانا هفضل ادور على حكاياتها واقدمها لكم على قناتي هنا. طبعا اللوستا لوسي عالم برضو من اعلام شارع منصور، على شارع عبد الرحمن. فانا النهارده بصور شارع منصور. قول لي بقى ذكرياتك في شارع منصور. والله انا الناس بتعاملني على ان انا حته اثار، يعني قطعه اثريه حلوه، يعني مفيش زي تاني يعني. وانت اخر حته في انا من شارع زمان منصور قوي يعني. انا من زمان قوي هنا يعني. ده بيعتبر مكتبك، ده بيقولوا ان ده مكتبك. طبعا. انا اصلا القصه جت ايه، انا امي كانت رايحه السوق بتاع حلوان هنا، فولدتني هنا على الناصيه وسابتني ومشيت. والدتك فين؟ على الناصيه هنا مكان الطوبه دي، فعشت هنا بقى حياتي. بقى داخل انا عندي 75 سنه عايش في الحته دي، بقى لي 75 سنه. بيعتبر من الحاجات الاثريه يعني. هو ان انا جدي النحاس باشا اصلا، البيت اللي هو قدامك ده على طول ده كان بتاع النحاس باشا ده، فده جدي اصلا. ده جدك؟ ده كان بتاع النحاس باشا؟ انا اخر السلاله بتاعت النحاس باشا يعني. ده اخر سلاله النحاس باشا. فورثت البيت دوت وقاعد فيه بقى من زمان يعني. منورني يا اسطى لوسي والله. الله يخليك يا عم احمد، حبيب قلبي. ربنا يكرمك يا باشا. وفي نهاية الفيديو أتمنى يكون الفيديو عجبكم، ونكون استفدنا من المعلومات اللي فيه، ونعرف تاريخنا كويس وتاريخ حلوان بالذات كويس. واوعوا تنسوا السبسكرايب واللايك والشير عشان نوصل لكتير. أنا بنزل فيديو كل يوم 2 وكل يوم جمعة، اوعوا تنسوا. سلام.